السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعيني على قناة المصري تعليم صيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشني والله كتير. طبعا احنا النهارده في أول طلعة في بداية الموسم الجديد، طبعا هي لسه المياه زايدة، لكن قلنا نطلع ونجرب. احنا النهارده في بني سويف وقلنا نطلع ونجرب ونشوف المياه عاملة ايه. طبعا النهارده الناس كلها بتشتكي من غلو الطعم، وطبعا الطعم غالي فعلا جامد جدا، عشان كده قلنا ننزل شوية هنجرب بالغلة. عشان بس على السريع، عشان بس ما اطولش عليكم، انا بحب اخش في الموضوع على طول، عشان بس ايه ما نقعدش نطول وناخد وقت في الفيديو، عشان برضك ايه الباقه بتاعتك وانا وقتي ووقتكم. الغله انا بجيب اللي هو القمح الحمام. برضك انا في ناس صيادين غله زي الحاج عبد الله ومحمد السيد والناس دي حريفه في صيد الغله. احنا بنسجلهم على نهر النيل، في صيد الغله في نهر النيل ينفع. انا دايما بصطاد بيها، بس باخد بيها بولت حجاري، بولت ابيض. بصراحه ربنا ما حصلش وخدت بيها بولت ابيض. ممكن النهارده ياخد بولت ابيض، ما بزفرش، بنزل على اي دور بشتغل بيه على طول. بالنسبه لنهر النيل بجيب اللي هو قمح الحمام زي كده، بدي شويه ميه سخنين من بالليل، بدلقهم على شويه غله زي كده صغيرين، واسيبهم لغايه الصبح. بتبدا الحبايه تطرى زي ما انتم شايفينها كده اهي. انا بدوس عليها اهي طريه اهي، وبشتغل بفله صغيره، وبشتغل بسنار 5 او سنار 6 عليها حديد. بيبقى الرمال بتاع 20 سم 30 سم، وبجرب بيها. ده بالنسبه للغله. هنشتغل بالليل بدود الارض. احنا جايبين طعم كاوتش، جبناه المهندس سعيد النهارده هدانا بيه، هنجرب بيه. وطعم برضك بلدي، فهنجرب ده ونجرب ده، وان شاء الله لو في سمك بالليل برضك هنصوره لكم. وهنشتغل بالطريقه ازاي هنشتغل عليها، هنحكيها برضك بالليل مع بعضينا. طريقه الغماز هنمشي ازاي، او هنسرح ازاي، زي السمكه ما هتاكل هشرح لكم بالتفصيل. لكن احنا دلوقتي هنجرب بالغله، هننزل بالغله دلوقتي نجرب عليها ونشوف السمك اللي هياكل عليه ايه، ونصور لكم لو في سمك هياكل. فده كان النهارده موضوعنا، ان احنا هنجرب الغله في نهر النيل عشان اقتصاديه لموضوع الطعم شويه. وما ننساش طبعا بالاخص، عشان ما نقولش احنا نسينا، ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويثبتهم ويقويهم، ويا رب لو كانوا جوع فاطعمهم وثبتهم يا رب وانصرهم. وتحياتي لكم جميعا، وانتظروني بقى في الصيد. زي ما بقول لكم اهوت الخطه الاساسي 30 على الغابه، وفله صغيره، وممكن في فله اصغر من كده مركبه على الغابه الثانيه. وهنشتغل بالغله ونوريكم طريقه الصيد ازاي. تحياتي لكم جميعا، وانتظرونا بقى مع السمك لو في سمك ان شاء الله. الحديدتين اهم، واحده بتاع 20 سم اهي، وواحده بتاع 25 30. وبطعم الحبايه بالطريقه ديت. انا لا بظفر ولا بعمل، هو كده على طول. هي من السن بتاعها ما ينفعش اطعمها من الفلقه بتاعتها كده، واروح جاي ايه شاككها إيه كده. السن اهو بنفس المنظر ده كده. انا طبيعي اعتلي عشان مش باين. ايوه كده باين. وادي التانية اهي برضو انا بطعمها برضو اهي. ادي الحبايه اهي، واشكها برضو نفس الحكايه كده. وبنزل برضو ايه اجرب كده. طبعا بظبط الطول على الارض، لقيتها عايزه ثاني شويه كده هجربها، او كالت او حاجه. هي شكلها بتاخد الفله، ولا تصفير ولا حاجه. وطبعا بينقر فيها كده، ده سمك صغير اهو. هذا يا جماعه اللي بياكل على الغله اهو، حجاري برضو زي ما قلت لكم. ده الاحجام اللي بتاكل على الغله اهي. هنستنى شويه كده لغايه المغرب ما الغلايه. هو مش رايه دي، بساريه اسمها جبانس اللي هي السيره. لو مش هتاخدها ارميها في الميه تاني. ياكل بسرعه. احنا البرود هنا الصيف. ماشي اتفلتت منه. لا بولت اهو على الغله وفي نهر النيل اهو زي ما انتم شايفين. ولا بتزفر دور ولا بتعمل حاجه. اللي عايز يصطاد وعايز يتسلى هيتسلى ولا طعم. انا زي ما بقول لك، انا جايب ب 5 جنيه غله ممكن يكفوني شهر، باخد منهم حبه قد كده. وزي ما قلت لكم طعمها اهو. ادي الطعميه اهي. خدها ولا صبر. بالظبط كده. شكل العربية. هذا حلو. افتح البتاع حط.
هتجاري برضه كده. هتجاري خنيني. ولا انا بتاعي قافل. خد يا عبدو. عبدو عايز يصطاد. صور عبدو بقى وهو بيصطاد. ده يبني بقى ده. لا اشكم بالراحه كده، ما تضربش جامد عشان خد ما تلخفنش منك ان انت رامي على ايه طول ايه بتاع 50 سم. هو بص بياخدها منك على طول ازاي. لما تلاقيها تسحب كده تعرف انها فيها سمكه، سمكه عدله، لكن لما بتنقر كده بتبقى سمكه رفيعه وممكن تكون هي واخداها على كده. لا اطعم بقى. يا غليتي تله وانا باجي اضرب كده الخيط السنارتيلا ما فيهمش سمك هتلخفله فوق البوز بتاع اللبلوب. بتاع اللبلوب بتاع الغاب. اهو شفت اهو. بص اهو. يا سكاك شفت الطريقه عامله ازاي؟ موضوع سهل وبسيط جدا جدا ليك وللجماعه اللي هتتفرج والناس اللي هتتفرج علينا. الصيد لازم تستمتع بوقتك. لازم تعرف انت بتعمل ايه. وبرده قطعم تاني برده كده. هي ما غطستش بس انت حركه عينك ومع الفله وانت شايف الفله بتسحب ببطء. السفينه بتسحب ببطء على البر، معنى كده ماسكها سمكه عدله مش سمكه رفيعه عماله تنقر فيها. واخد بالك؟ طالما التخدير. المعلم عبده اهوت يا جدعان، اول استفتاح بياض اهو. بسم الله ما شاء الله عليك يا عبد. ابن الوز عوام هو اول واحد استفتح اهو. لسه المغرب بالدنيا ايه؟ مأذنه. يلا يا عم. دوق ماء حلو اهو. يلا يا عم. سلك بقى وحطه في العياشه وتوكل على الله. ان شاء الله بشرة خير ان شاء الله. ده بالطعم بدود الارض بدود كاوتش، طعم كاوتش. ماشي. الصلاة على النبي. اول استفتاح بولتي اهو. بولت ابيض اهو. الصلاة على النبي اهو. ريتنا فل ان شاء الله. ماشي. البولتي قليل. اكتر السمك قراقير والنوم. في بولتي بس البولتي قليل. دي النومه اهيت وفي النوم بيطلع اصغر من دوت. وشلب واخد الحديده خالص اهي. وشلب. والسمك العريان سمك العريان هو اللي بياكل. ده يا جماعه طعمات الكاوتش اهي. اوريها لكم. ده اسمه دود الكاوتش، طعم كاوتش اهو. طعمايه والله العظيم 10/10. وتمنها ايه؟ تمنها 50 جنيه. الطبن ب 50 جنيه. طعمايه زي الفل وصياده. يعني بالامانه مفيش طعمايه فيها بتترمي. بص الطعمايه عامله ازاي اهي. طعمايه 10/10. لا لا ده اسمه يسموه دود الكاوتش. الطمن زي الفل مقضي الواحد وفايد منه اهو. يعني فايد منه بس هو مشكله الطعم الكاوتش ان هو ابن يومه. يعني لازم يتحط في طينه على طول. طينه اللي هي ايه مفروكه اللي هي بتاعت الجناين اللي هي زي كده. وادي السمكتين اللي خدناهم اهم. اغلبيه السمك سمك عريان. في بولتي بولتيه لسه احنا قلنا البولتيه قليله. شويه السمك اللي خدناهم اهو. المصداقيه اهو. الناس كلها اهي بتلم اهي. كله يتكل على الله. يلا عقبال السهره الجايه ان شاء الله. الميه بتنزل بتنزل ببطء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقرينا بقى عن سهره الليله. طبعا السهر النهارده احنا نزلنا بالغله زي ما شفتوا كده شويه واشتغلنا بالطعم. الطعم لاغى بس يعني بصراحه ربنا اغلبيه السمك اللي بيقع سمك عريان. سمك عريان يعني ايه؟ بدون قشور. قرقور، النومه، فتله بياض، حاجات زي كده. لكن البلطيايه قليله جدا جدا جدا. بيقع بولتي زمايلي اللي راحوا الجزيره كلمتهم قالوا هم في الجزيره طبعا مش هيبانوا في الكادر. الدنيا ضلمه خالص ان خلاص الفجر هيأذن. قالوا لا اشتغلت معاهم برضو نوعا ما البولتي احسن من البر الشرقي. فطبعا احنا بنقول للناس اللي حابه تسافر لا استنى شويه الميه لسه زايده.
الميه خست واحنا قاعدين، بس طبعا بتخس ببطء. لما السمكه بقى الميه لما تخس شويه السمكه هتاكل كويس قوي. يعني الميه فيها سمك حلو، بس مستنيه الميه تخس بس شويه، تنزل بس متر كده ولا حاجه هتبقى زي الفل. ما تستعجلوش على السفر، ما تستعجلوش على الطلوع دلوقتي، لسه شويه. احنا قلنا برضو نطلع ونجرب، نشرب القهوه بتاعتي واتكل على الله واصلي الفجر على هم ما يجوا. هو الكشاف بتاعهم منور اهو كده، ينوروا الكشاف في البر التاني اهو اللي انتوا شايفينه. نعمل زوم عليه شويه اهو، هم في البر التاني اهو. فان شاء الله تتعوض باذن الله. رضينا والحمد لله. وده كان تقريرنا النهارده عن الصيد في النيل. الصيد في النيل محتاج شويه، محتاج نصبر لاخر 9، يعني عدي كسره القمر اللي جايه دي. يعني بلاش ننزل في القمر اللي جاي، القمر ديت لا، عدي اول ما تكسر القمر هتكون المايه جابت منسوبها، ونبتدي ننزل ان شاء الله، وكله يستمتع مع المعشوقه الدلوعه سمكه البلطي. تحياتي ليكم، اخوكم محمد المصري.